توتال كالسيوم مانيوال. النهارده هنتكلم عن ازاي نشتغل تحليل الكالسيوم بأدق طريقة جوه المعمل وازاي نتجنب الأخطاء. حلقة النهارده حلقة مهمة جدا من ضمن كورس العملي، فركز معايا وحضر كشكولك وقلمك وكوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا ندخل في حلقة النهارده. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ مع بعض. معاكم كابتن أناليسيس. توتال كالسيوم مانيوال. ازاي اشتغل تحليل الكالسيوم في المعمل عندي؟ اولا كل شركة ليها طريقة معينة في الشغل، وبالتالي لازم اتبع البامفلت اللي مكتوب فيها امشي عليه. تمام. النهارده هنشرح طريقة شغل الكالسيوم لشركة ما. الطريقة بتاعت الميثود بتبقى كالوريمتريك، بتعتمد على اللون. لما تفتح العلبة عندي هتلاقي 3 علب، ريجنت 1 ريجنت 2 والستاندر بتاعي. قالك ممنوع تستخدم المحلول وهو متعكر تربد، لان ده هيأثر على النتيجة، وعشان كده يفضل انك بتشتغل بكنترول دايما قبل اي شغل. السامبل اللي انا بستخدمها في المعمل عندي 3 انواع من السامبل، يا اما سيروم يا اما بلازما يا اما يورين. يعني الكيتس اللي انا بشتغل عليها دي اشتغل عليها الكالسيوم في اليورين بكل بساطة جدا. لو العينة سيروم هسحبها على بلين تيوب انبوبة فاضية، ولو العينة بلازما هسحبها على ايه؟ على الهيبرين، الانتي كواجولانت هيبرين. تمام. تعال اقول لك شوية ملاحظات في عينات الكالسيوم مهمين جدا. يفضل ان العينة بتاعتك تكون ايه؟ قال لك تكون البيشنت صايم وتكون فريش سيروم. تمام. العينة لازم بعد السحب تتفصل على طول، لان لو تركتها فترة هيسبب ليها انخفاض لنسبة الكالسيوم. شوف كتب لك ايه؟ prolonged contact with the clot cause lower calcium. تمام. لا يفضل استخدام عينة الإيديتا لأنها تعمل كليات للكالسيوم. تمام. عينة اليون اللي هستخدمها لازم تكون متجمعة على أسيد بوتل، العينة فيها حوالي 5 ملي of HCl، وبيكون تجميع بول 24 ساعة. وقبل ما تشتغل عينة الكالسيوم من البول لازم تخفف العينة 1 لواحد. يعني هتاخد 100 مايكرون من البول وتحطهم على 100 مايكرون من الديستلد ووتر وتشتغل منهم، والنتيجة اللي تطلع تضربها في 2. السامبل استابيليتي. ركز معايا، لو انا سحبت العينة ومش هقدر اشتغلها دلوقتي، ازاي احفظها؟ ولو حفظتها هتنفع اشتغل بيها مدة قد ايه؟ قالك عينة السيروم او البلازما لو حفظتها في درجة حرارة من 15 ل 25 هي صالحة اللي انت تستخدمها لمدة 7 ايام. ولو حفظتها في درجة حرارة من 4 ل 8 هي صالحة اللي انت تستخدمها خلال 3 اسابيع. ولو حفظتها في درجة حرارة -20 فهي صالحة ان انا استخدمها لمدة 8 شهور. طب وعينة اليورين؟ قالك بص يا سيدي، لو حفظتها في درجة حرارة من 15 ل 25 هي صالحة اللي انا استخدمها لمدة يومين. ولو حفظتها في درجة حرارة من 4 ل 8 هي صالحة ان انا استخدمها لمدة 4 ايام. ولو حفظتها في درجة حرارة -20 فهي صالحة ان انا استخدمها لمدة 3 اسابيع. السيستم باراميتر، الجهاز بتاعي هيتبرمج ازاي؟ قالك نوع التحليل او نوع الاسي تايب بتاعك، قالك اند بوينت. البرنامج اللي هتشتغل عليه ايه؟ قالك اند بوينت. طب الويف لينز 578. طب التمبريتشر؟ قالك من 15 ل 25. بص بقى الحتتين اللي جايين دول مهمين جدا. الرياجنت بلانك ليميت يعني ايه؟ قالك يعني انت المفروض لما تيجي تدخل البلانك يدي قرايه معاك اقل من كده. هو قالك الرياجنت بلانك ليميت 0.15 15 من 100، يعني المفروض يدي معاك من 0 ل 15 من 100. طب لو البلانك اكتر من كده اداني نتيجه اعلى من كده، يبقى هنا الرياجنت بتاعي غير صالح للاستخدام، فالنتيجه بتاعتي هتطلع غلط او غير دقيقه. تمام. اللينياريتي، لو النتيجة بتاعتك طلعت أكتر من 20 وأنت طالع أكتر، يعني 20 أو مور ذان 20، لازم تخفف العينة زي ما هتشوف كمان شوية. البروسيديور أو طريقة الشغل، هتحضر ليا 3 أنابيب. هتكتب على الأنبوبة الأولى بلانك، والأنبوبة التانية ستاندر، والأنبوبة التالتة سامبل.
فأنبوبة البلانك هتحط لي 500 مايكرون من R1 على 500 مايكرون من R2. أما في أنبوبة الستاندر هتحط 500 مايكرون من R1 على 500 مايكرون من R2 على 10 مايكرون من الستاندر. الأنبوبة التالتة وهي أنبوبة السامبل هتحط 500 مايكرون من R1 على 500 مايكرون من R2 على 10 مايكرون من السيروم. وبعد كده تعمل ميكس كويس جدا، وبعد كده تعمل انكيوبيشن في درجة حرارة من 15 ل 25، وبعدين تقيس. عاوز اقول لك حاجة، اللي انت لما تفتح البامفلت بتاعتك هتلاقي موجود فاكتور وهتلاقي موجود القانون اللي بتحسب منه، فعاوزك تحفظه جدا وتبرمج الجهاز بتاعك بالفاكتور اللي موجود عندك. لو النتيجة بتاعتك طلعت أعلى من 20، اللينيرتي مور ذان 20 طلعت أعلى من 20، هنا هنبدأ نعمل تخفيف بمحلول ملح ونضرب في معامل التخفيف. فهتاخد مثلا 100 مايكرون من الصلاين على 100 مايكرون من السيوم وتشتغل العينة مرة تانية، والنتيجة اللي تطلع تضربها في 2. آخر حاجة معانا في حلقة النهاردة النسبة الطبيعية للكالسيوم. التوتال كالسيوم ليفل قال لك من 8.6 لحد 10.3 مللي جرام بر ديسيليتر. اتمنى حلقة النهاردة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن أناليسيس. باي.